كل سنة وانتم طيبين ورمضان كريم وينعاد علينا وعليكم بالخير يا رب. وطبعا حلويات رمضان اهم حاجة فيها طبعا الكنافة اللي بقى لها طرق كتيرة جدا واسماء كتيرة. النهاردة مع بعض هنعمل الكنافة بالقشطة. شايفين طالعة معانا تحفة ازاي؟ تعالوا مع بعض نشوف عملنا قمر دي ازاي. بس قبل ما نبدأ الفيديو ما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة ونقول بسم الله. اول حاجة معايا هنا نص كيلو من الكنافة، جبته وحطيته في الفريزر تقريبا 3-4 ساعات لحد ما اتجمد معايا. هطلعه من الفريزر هفركه كده كويس قوي لحد ما تنعم معايا وتبقى زي البودر وما بقاش فيها اي كتل زي ما انتوا شايفين كده. هفضل افرك فيها وانعم فيها جامد، وممكن تعملوها في الكبة لحد ما تنعم معاكم وتدوكوا القوام ده كده. هنا فركتها كلها ناعم، هنزل عليها بكوباية من السمنة وهفرك السمنة كويس قوي في الكنافة لحد الكنافة ما تتغلف معايا كويس قوي بالسمنة. هفرك السمنة كويس قوي كده في الكنافة، مش هسيب اي جزء معلهوش السمنة. كده فركتها كويس قوي في السمنة، كل كمية الكنافة مع كوباية السمنة لحد ما بقت معايا بالشكل ده كده. كل الكنافة متغلفة معايا بالسمنة. عندي هنا صينية هبتدي ادهنها كده بالسمنة كويس قوي، وكمان هدهن الجناب. وبعدين هحط في الصينية نص كمية الكنافة وهوزعها كويس قوي في الصينية بالشكل ده كده، وهكبسها كويس قوي في الصينية لحد ما تبقى معايا كلها قطعة واحدة. وكمان هحط في الجناب هضغط عليها كويس قوي كده وانا بفردها. اهم حاجة ان احنا نضغط عليها كويس قوي ونفردها كويس كده في الصينية، وكمان نعمل لها جناب او حرف كده بسيط عشان الكريمة ما تخرجش معايا او تتحرق من جوانب الصينية. وتعالوا نعمل مع بعض الكريمة او القشطة الكدابة. معايا هنا كوبايتين من اللبن، هضيف عليهم معلقتين كبار من النشا، وكمان هضيف عليهم معلقتين كبار من بودرة الكريم شانتيه، ودي اختياري، لو مش موجودة عادي نستغنى عنها. وبعدين هقلب كل ده مع اللبن على البارد، النشا مع الكريم شانتيه، هقلبه كويس قوي لحد ما يدوبوا معايا في اللبن. وبعدين هرفعهم على النار، هقلب كويس قوي لحد اتاكد ان هم دابوا. هرفعهم كده على النار لحد ما يبتدي الخليط يتقل معايا، هدوبه كويس قوي كده على النار لحد ما احس ان الخليط خلاص ابتدى يتقل زي ما انتوا شايفين كده. هرفعه على طول من على النار، انا مش عايزاه مهلبية، لا انا عايزاه قشطة او كريمة. هبتدي ارفعه كده على طول من على النار وهو سخن كده، هضيفه على الكنافة بالشكل ده كده. شايفين الكريم معانا سايبة مش متماسكة جامد، وهبتدي افردها كده على الكنافة وهي سخنة. وبعد ما فردتها كويس قوي كده على الكنافة ما نجيش عند الحروف في النص كده، هسيبها تبرد شوية على الكنافة. وبعدين هبتدي اضيف الجزء التاني من الكنافة، هفرده كده فوق الكريمة. هحط معايا بقية كمية الكنافة كلها كده فوق الكريمة، وهبتدي اضغط، مش هنضغط جامد عشان الكريمة ما تطلعش معانا في الجوانب وتتحرق. وهضغط كده بسيط على الكنافة لحد ما اتأكد ان هي كويس اتفردت فوق الكريمة. هضيف كده معلقتين 3 من السمنة فوق الوش، وادخلها الفرن في الرف الوسط على درجة حرارة 180. وهنا بعد ما الكنافة طلعت معانا انا سقيتها على الوش من الشربات وبعدين قلبتها، وهوريكم دلوقتي هنسقيها كده بالشربات التقيل
الشربات لازم يكون تقيل معانا وبارد زي ما انتوا شايفين كده. انا عامله الشربات قبلها بيوم وهقول لكم طريقه الشربات. كوبايتين من السكر، عليهم كوبايه من الميه، احطهم على النار وبعدين احط عليهم نص ليمونه او عصره من الليمون، غلوه واحده، وبعدين احط عليهم فانيليا واطفي عليهم النار واسيبهم يبردوا كويس قوي. وهنزل لكم طريقه الشربات في صندوق الوصف. وهنا بعد الكنافه ما شربت معانا الشربات بقت بالشكل ده كده، شايفين قمر ازاي وشربت الشربات، معنى كده ان هي ناجحه وكويسه قوي. هستنى عليها لما تشرب الشربات وتبرد وهقطعها معاكم. وهنا بعد ما الكنافه شربت معايا الشربات، شايفين بقت قمر ازاي ومقرمشه وطريه من جوه، مقرمشه من بره وطريه من جوه ولونها تحفه. شايفين الكريمه من جوه معايا كريمه مش مهلبيه، لونها تحفه ازاي من جوه. هوريكم بعد ما غرفناها، شايفين شكل الكنافه والكريمه من جوه ازاي طريه وناعمه، مش مهلبيه او متماسكه، لا هو ده الكريمه المظبوطه وطعمها تحفه. جربوها وقولوا رايكم. لو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والشير زي ما قلت لكم، وتفتكروني بدعوة حلوة، واستنى كومنتاتكم الجميلة. والسلام عليكم.